ما تحسش ان انت مشتت وانت اوريدي لسه بادئ. انت لازم تبقى مشتت، مش عارف تتعلم ايه، المجالات بقت كتير قوي يعني. انت مش عارف تتعلم كوبي رايتنج ولا يو اكس ولا يو اي ولا 3 دي ولا ديزاين، ولا مش عارف تتعلم ايه. بس انت محتاج تكسبلور، يبقى عندك فضول لحد ما تحط ايدك على حاجه تقول انا لاقي نفسي هنا، انا حاسس ان انا تمام، ان انا مبسوط، انا حاسس ان الحاجه دي هقدر اكمل فيها. اهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات ليتر كاست. على مدار الحلقات اللي فاتت كنا بنتكلم مع ناس متخصصين بشكل مباشر في اليو اكس، ناس اشتغلت يو اكس، هم سينيورز دلوقتي او تيم ليد او شغالين كونسلتنت لشركات بالفعل. النهارده كلامنا من منظور مختلف، ديزاينر دلوقتي شغال ارت دايركتور ومؤسس لاكتر من شركه لافكار غير معتاده. هيكون معانا النهارده مروان رمضان. هنتعرف على رحله البدايه من مروان وليه فكر ان هو ياسس شركه بجانب الشغل بتاعه از ارت دايركتور. انا ايمن طاهر وده ليتر كاست. ازيك يا مروان، عامل ايه؟ ناس كتير ممكن تبقى تعرف مروان او اتعاملت معاه قبل كده، ولكن الجيل الجديد اللي موجود دلوقتي، ناس الجرافيك ديزاينرز، ممكن ناس كتير ما تعرفش ان مروان اساسا هو ارت دايركتور او شغال في الديزاين. ممكن تكون ناس عرفتك عن طريق تي دي ام مثلا الاخير بالتحديد، او اللي قبله اللي كان من كام سنه. وممكن تكون في ناس عارفاك عن طريق مثلا تاب او ايا كان الستارت ابس اللي انت اسستها بشكل عام. فالحته دي ساعات ممكن تعمل لخبطه. انا شخصيا وقعت في الحته دي من كام سنه في بدايه معرفتنا ببعض يعني. هو مروان شغال ايه؟ هو فاوندر لشركه ولا هو شغال ديزاينر؟ طب هو بيعمل تي دي ام ليه؟ طب هو ساب الشركه وراح عمل ايفنت، ولا هو كان اساسا جاي من الديزاين؟ وهكذا. فانا شخصيا وقعت في الحته دي قبل كده، لو انا ما كنتش عارف انت مين. فخلينا نبدا في البدايه المعتاده ونعرف مين مروان رمضان. بص يا باشا، انا اسمي مروان رمضان، عندي 32 سنه وشغال جرافيك ديزاينر بقالي آه، 13 سنه من 2010. آه، عندي تو ستارت ابس او شركتين في مجال الكونسيومر الكترونكس والتك والسوفت وير والان اف سي برودكتس والحاجات دي. بس واللي بعمله في حياتي ان انا بشوف امور الشركه وبديزاين، بعمل براندنج بروجكتس وهكذا. بس ده اللي بعمله في حياتي، وبعمل الايفنتس بتاعه الديزاين زي ديزاينرز ميت اب. بس انت بتحب الاحتفال؟ ما اعرفش يعني، مش عارف يعني، ما اعرفش مين عارف او مين مش عارف، بس يعني اول مره اسمع منك الكومنت بتاع ان انا يعني يعني في ناس في المجال بتاعنا يعني بيبقوا عارفيني. عدد لا، مش هي في ناس كتير قليل. عارفاك، وهنيجي الحته دي في موضوع الايفنت يعني. بس انت كسوشيال بحجم اللي انت بتعمله مش موجود بالكفاءه الكبيره دي يعني. الاكسبوجر بتاعك عارف، ما شاء الله انت عندك ما شاء الله شركتين محترمين وواخدين وضعهم بشكل كويس. انا بسمع الكلام ده من الناس، فاتفاجئت يعني ان انا ما كنتش قابلتك قبل كده في اي ايفنت او حاجه. بس ده كان سبب السؤال. انا ما بروحش ايفنتس، والبراندات بتاعتي بعملها ان هي البراندات مستقله بذاتها، ملهاش دعوه بالفاوندر. ف اوكي. فما بتكلمش يعني، انا مش من الناس اللي بتقعد تتكلم كتير على احنا عملنا واحنا سوينا. ممكن تلاقيني مثلا كل كام شهر بنزل بوست عن حاجه عندنا، كل كام شهر بعمل حاجه شبه كده، بس مش اللي هو انت كل مش ما حابب انزل بوست الموديل تشيروا ان عني، كل كل ما انزل حاجه بوست. تبقى انت موجود يعني؟ انا لو مش موجود النهارده فالبراند ما يبقاش ليه علاقه بمروان قوي يعني، ما يبقاش الموضوع كله مروان، هو براند قائم بذاته يعني. امم بس طيب، فبحاول احلل يعني اللي انت قلته، فعشان كده بحاول احنا كنا بنتكلم وقتها كان فاضل على الايفنت اعتقد حوالي 40 50 يوم، والايفنت اتعمل وعدى بعدها اكتر من 40 50 يوم تانيين، فاحنا طولنا شويه في النص. اوكي. ولكن اه. الايفنت نفسه يمكن برضو دي اول مره اقول لك المعلومه دي. انا رحت في مره اعمل ايفنت في مكان، واكتشفت ان هو ده المكان بتاع الميت اب الاولاني. انا عايز اقول لك ان اتحط لي بالظبط، اتحط لي قوانين اللي هو اوعى تخضنا عشان العدد ما يبقاش زي العدد اللي جه فجاه بتاع الايفنت. والله بجد قالت لي كده، لو سمحت العدد هيجي بالظبط هو ولا هيعمل زي التاني؟ عشان لو هيبقى يوم خميس فمش هينفع في وسط البلد وهيعمل قلق وبتاع.
ودخلنا في يا جماعة مين ده؟ مين اللي عمل كده؟ فالكلام ده لا كان من هو حوالي برضه ساعتها سنة. هو ساعتها حتى ما احنا جينا نحجز احنا مش عارفين نحجز قد ايه. ف العدد هيجي لك قد ايه، فاقول له 100، بعد كده اقول له لا احتمال 200، بعد كده اقول له احتمال 300. فاحنا جه حوالي، على حد ما افتكر يعني حوالي 600 حد كده بس بتاعت هو المكان ما تشيلش كده. قال لي من 600 ل 700 جم، والناس وقفت بره والسلالم كان في ناس مم. واقفه بره وكان في ناس واقفه على السلالم. فحتى نفتكر نظره الراجل قبل ما وانا بتفق معاه، اللي هو واحد جاي يقول لي 100 وبتاع، تمام سمعناها كتير. وبعد ما انا اتفق معاه حتى كان بيسلم عليا كده، كان بيسلم وهو ايه بيديني احترامي كده اللي هو ده في 700 واحد جم يعني، فاهم. فانا ما كنتش متوقع، ما حدش كان متوقع. وكانت هي بس منها كمان ما كانتش مين ستريم، ما كانش فيه ايفنتس بتحصل من ساعه بيهانس ريفيوز اللي كانت اخرها اعتقد 2016. ففي فتره مم. كساد كده، فاهم، بتاع 4 سنين مثلا لحد جت مع كوفيد 2020 بقى برضو ما قلنا ايه كمان ده. مع طب الكلام ده. ما كانش لسه كوفيد يعني، ما كانش لسه الناس قاعده في مم. البيت، لان الناس قاعده في البيت بدايه من شهر 3، واحنا كنا بالظبط. الايفنت ده كان شهر 2. مم. ف... فعلشان كده بعدها على طول كوفيد بقى، يعني بعدها على طول بقى خدنا مم. فتره، فاهم، سنه مثلا مم. ولا على اخر 2020 لحد ما الناس بدات تنزل الشارع تاني كده. ف... فبس فخلينا نتكلم عن تي دي ام، بالظبط، عشان ده ما اتكلمش السؤال عليه اللي كنت حتى قبل اساله. كده. مم. بص تي دي ام، انا بعمل تي دي ام كبراند، فمش بعمله ان هو ايفنت. هو براند ليه طريقه يتكلم بيها وليه الاودينس بتاعته، وليه البيرسونا، فاهم قصدي. مم. فاول مره احنا ما كناش حاطين اي حاجه لاي حاجه. اول مره احنا يلا يا جماعه نعمل ايفنت ننزل نتقابل مع بعض، ما كانش حتى كنتش مسمينه ايفنت يعني، هو ميت اب كده، تعالى ننزل نتقابل مع بعض. مم. ف... وكان فري حتى. انا كنت يعني ما كناش واخدين فلوس، احنا كنا عاملين لو الناس تيجي تدفع ثمن المكان، فكل واحد كان بيدفع حوالي 30 جنيه او حاجه كده مم. يعني. كانت رمزيه، وفي ناس في الاخر دخلت من غير يعني صباح الفل يعني. الموضوع مم. كان فريندلي قوي. آه بعد ما عملنا كده كانت الناس مبسوطه، والناس اتصورت، والناس يعني انت النهارده لو كتبت على فيسبوك ذا ديزاينرز ميت اب هتشوف الريفيوز بتاعه الميت اب بتاع السنه دي وبتاع 2020. مم. ففكره ان حد يخلص الميت اب ويطلع يقرر يكتب على الفيسبوك ان هو ازاي كان مبسوط في اليوم ده، وازاي استفاد، وازاي مش عارف ايه، فدي عارف انت طب بما انك شغال في اليو اكس، فان اليوزر هو اللي ياخد الانيشيتيف ان هو يديك الفيدباك، فهو مبسوط قوي. مم. فدي كان فيدباك لذيذ يعني. دي فاول قوته مره اساسا. كانت اول مره كانت يعني خلاص الموضوع عدى. هنعمله تاني امتى الله اعلم. انا كان نفسي اعمله، كنت مسحول ومشغول والبيزنس ومش عارف ايه وبتاع. لحد ما لقيت نفسي عمال باجل سنه في الثانيه في الثالثه. فقلت لا انا لازم اعمله السنه دي. مم. المفاجاه بقى ان انا اصلا الايفنت ده اتجهز له قبلها بشهرين بس. لا انت قلت لي، انا فاكر بس التسجيل اللي فاتت، انا فاكر. بالظبط يعني انا ما قعدتش قبلها بقى بخمس ست شهور. والناس اللي بتعمل كده طبعا ده اشطر مني بكتير يعني. بس انا بتكلم، انا متعود ان انا لما بتزنق في حاجه هعملها، مم. مم. يعني بتوفيق ربنا يعني، مش مش عن جاهيه ولا حاجه، بس اقصد ايوه. يعني لما خلاص انا مضطر فبتوكل على الله كده وايه بودي يعني. بس هي الفكره ان انت بتبقى فاهم انت عايز تكلم مين وعايز تعمل ايه وايه اللي في دماغك في الايفنت عايز توديه. و... وقد كان يعني الحمد لله فيدباك كان لذيذ، العدد كان لذيذ جدا. ما كانش عندنا سبونسرز خالص غير هو السبونسر اللي كان شايل الايفنت نفسه، هو كان سبونسر واحد. مم. آه وكان ليا هدف يعني في المره دي ان انا ما اروحش السبونسرز كتير. ممكن يتغير المره الجايه او حاجه، بس المره دي كان هدفي ابروف حاجه معينه، ان الناس في الاخر بتبقى اتراكتد للكواليتي. مم. هي الناس في الاخر شايفه فاليو معينه. فلما انت تيجي، وانا اتقالت لي الكلمه دي كتير بدون ذكر اسماء ولا ذكر اشخاص ولا اماكن ولا احداث ولا اي حاجه بس اتقالت لي ان احنا جايين الايفنت عندك علشان انت جايب كواليتي. ناس احنا عايزين نسمع لهم. انت مم. جايب ناس احنا عايزين انت جايب ناس احنا عايزين نستفيد منهم. فهل الناس دي مش موجوده في السوق؟ الناس دي موجوده في السوق. فكره الابروتش بقى ان اللي بيعمل بالظبط. الايفنت او اللي بيهوست الايفنت نفسه يبقى شايف هو المفروض يجيب مين وما يجيبش مين، ولو ما شافهاش ف بيعملوا ليه؟ this is the issue يعني. عارف قصدي يعني. هي مم. دي هي دي القصه. ان دي اللي بيفرق براند عن براند، واللي بيفرق حاجه عن حاجه، واللي بيفرق بيرسونا عن بيرسونا، واللي بيفرق يعني فاهم قصدي. ف
فلما عملنا كده والناس الحمد لله برضو يعني بص فكره ان برضو الواحد بيحس بحاجه كويسه ان انت بتبقى appreciated عند الناس لما تيجي تابروتش حد وتقول له انا عايزك تيجي تتكلم على ستيج. الناس بتبقى سنسيتيف قوي من الحته دي وبيحس ان هو يا عم لا وبتاع وانا مش عايز اتكلم او مش عايز اطلع او بيبقى مكسوف شويه او بس لما بيشوف شخص ما بيكلمه في عارف انت لما يجي حد يكلمك فانت تبقى واثق في الشخص ده فتقول له يلا بينا. انا معظم الناس اللي وافقت ما كانوش يعرفوا مين اللي معاهم يعني ما كانش يعرف مين بس اللي اللي هو جاي او مين اللي مروان جاي في لنا. الفاليو فيلا بينا. اه 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 بالظبط. فاللي هو طالما انت اللي مكلمني مثلا فانا تمام انا معاك. يبقى قول لي بس التفاصيل خلاص اقول له هقول لك وهرتب لك كل حاجه ما تقلقش والموضوع كله هيمشي اورجنايزد ولذيذ وجميل وكل حاجه. ف... فدي برضو من ضمن الحاجات ان الريبيتيشن بتاعتك بترفلكت على البراند اللي انت بتعمله وعلى تراست الناس فيك لما تيجي تشتغل مع حد. ففي حد بيقول لك خلاص هو طالما ايمن اللي عامل القصه دي فانا تمام انا معاك يا مان. طالما فلان اللي عامل القصه او طالما فلان عامل القصه دي انا عمري ما اشتغل او انا لا انا مش واثق. فاهم قصدي؟ ف... بالظبط. فلما جينا نعمل تي دي ام 23 كنا مهتمين قوي احنا عايزين ابروتش مين ومين الاودينس بتاعنا اللي هيجي وهنتكلم ازاي وهنكتب ازاي والديزاينز بتاعتنا هتتعمل ازاي والبراندنج. وخلي بالك يعني البراندنج بتاع تي دي ام ذا ديزاينرز ميت اب كل سنه هيبقى غير الثانيه. فاهم قصدي؟ يعني كل سنه انا خدت بالي ان البراندنج في هيبقى فيجوال افكت اليمنت على. كده زادت عن السنه اللي قبلها وحاجات. هو السنه اللي قبلها ما كانش فيه حاجه كان مينيمال قوي. بالظبط. ما فيهوش اي حاجه خالص. احنا ده مش حاجه لسه احنا لسه بنقول يلا بينا ننزل نشوف يعني ممكن الناس تيجي الناس ما تجيش انت مش عارف. فبس هو من بدايه من السنه دي هو بقى براند مستقل بذاته. دي الطريقه اللي بيتكلم بيها وليه الناس اللي عايز يخليهم يجوا الايفنت فبيكلمهم بطريقه معينه وليه الفيجوال اليمنتس والفيجوال ايدنتيتي بتاعته اللي هتبقى بتتغير كل سنه. بس في الاخر انت بتكيب ان ده تي دي ام. فاهم قصدي؟ بالظبط. الفيدباك اللي جالنا من الناس بعد الفيدباك اللي جالنا من الناس بعد الايفنت وهو ان ايوه هو ده اللي انا كنت مستنيه هو ده اللي مش عارف ايه انا استفدت جدا شكرا جدا على الايفنت مش عارف ايه بتاع. فانت الكلام ده بيحسسك ان انت عملت الصح. عارف اللي هو ايه انت خططت وفكرت ونفذت وفي الاخر النتيجه جات لك زي ما انت متوقع او كنت عايز ان هي تحصل. فانت بتتاكد ان اللي انت عامله ده تمام والحمد لله مشي كويس. ورغم ان كان في مشاكل في التنظيم بس لما الايجابيات بتغلب على السلبيات فالناس بتنسى السلبيات شويه او ما بيقول لك مش مهم. والعكس صحيح لما بيحصل انت مديله ايجابيات حلوه بس السلبيات كتير قوي واثرت في الاكسبيرينس ف بيفتكرها اكتر. فاهم قصدي؟ بس فدي دي ام الحمد لله كانت تجربه حلوه والفكره بقى ان انت بتقعد تفكر هتعلي على نفسك ازاي السنه اللي جايه. ده لو انت عايز تسلسل تعمل حاجه طبيعي مختلفه. يعني. الفرق بين المره تسلسل الاولى طبيعي بس والثانيه. مرهق. بالظبط. بالظبط. بس مرهق بقى لان انت بتبقى عايز تشوف انا هعلي على انت وانت بتفكر فيه المره دي ده بيبقى مش هقول لك اقصى اللي انت بتفكر فيه بس بيبقى ايه خلاص انت اكوردنج للوقت اللي عندك انا هعمل واحد واثنين وثلاثه واربعه. تيجي السنه اللي جايه انت عايز تعمل حاجات اكتر. الايفنت يبقى فيستيف يعني عارف يبقى حاجه كده الناس ما ينفعش يفوت حاجه اسمها تي دي ام. بالظبط. ازاي ده هيحصل؟ ده بتقعد تفكر فيه من دلوقتي. الموضوع ده بيبقى مرهق قوي يعني بس يعني ان شاء الله عندي امل ان السنه الجايه يبقى حاجه يعني افشخ 100 مره من اللي حصل المره دي. وعارف المشاكل اللي حصلت افويد كل المشاكل وكل الناس اللي ادتني فيدباك الفيدباك الحلو والفيدباك الوحش كل الكلام ده بيفرق في الاكسبيرينس. كل السبيكرز اللي كانوا معانا انا يعني بشكرهم طبعا كلهم يعني كلهم شاطرين قوي والناس صراحه ما كلمتش حد قال لي لا او ما فيش كله قال لي انا معاك كله قال لي معاك. فدي حاجه طبعا انا ابريشيت جدا والناس كلها كانت مبسوطه من السبيكرز جدا الحمد لله. يعني الاوفر اول بص انا شخصيا ريتنج مروان، كان حلو. انا رحت ما كنتش يعني ما كانش وانا رحت وقتها كنت بقابل ناس بصراحه. ده كان يعني بالنسبه لي عايز احضر اليوم بس انا ما كنتش مستني تكنيكال اكسبيرينس. انا كنت رايح عادي تمام. انا ما قعدتش في ايفنت مثلا من قبل كوفيد. ما قعدتش. المره الوحيده اللي قعدت فيها في ايفنت كان في تي دي ام الاخير التوب بتاعت ال 3 دي. والموضوع كان مبهر بالظبط اسلام. فالتوب دي كانت بالنسبه لي مبهره.
بتماتش معايا في حته، بس ان ايه، مش لازم تمسك العجله تصنعها من اول وجديد تاني، لا، خد حاجه واطلع بالتون بتاعتك او اطلع بالحاجه بتاعتك واشتغل. فلا، الفيدباك، انا بقى لما قعدت في التوب دي سالت الناس يا جماعه طب ايه، قالوا لا، ما الحاجات التقيله خلصت، التقيله اللي خلصت، ما هو ده كان كويس جدا. ففي ناس شافت ان كان في حاجات اقوى من كده، انا ما حضرتهاش لان انا جيت وقتها في نص اليوم او بعد نص اليوم بشويه. ف عايز اقول لك الموضوع لمس معايا من الاول خالص، من لما بدات الناس تعلن عن الايفنتس اللي هتبقى موجوده في الصيف السنه دي. فكل الناس كانت بتتكلم في سين وصاد وكذا وتي دي ام. فتي دي ام كان بيتذكر بالاسم عشان الامبريشن اللي اتساب. بص احنا اتقال لنا كومنت انه انتوا الايفنت بتاعكم هو الايفنت اللي مستحمي وسط الحاجات دي. وانا والله العظيم بص هقول لك على حاجه، انا بس عشان ابقى كلير، الموضوع ما هو مش حرب وهو مش اي حاجه. كل اللي بيحصل في اي سين في الدنيا يعني احنا بس عشان الموضوع ده جديد علينا في الجرافيك ديزاين فيلد، فبيبقى فيه كلاشات وبتاع. بس هو دي حاجه بت بتخلي بتنريتش المجال يعني. دي مش حاجه مش وحشه خالص ايا كانت الكواليتي بتاعه الحاجه اللي بتحصل عامله ازاي. كل ده بيساهم في المجمل في ان الناس تعرف عن الفيلد بتاعك وتعرف عن الاندستري دي وتبقى متقبلك اكتر و الموضوع ده كله في الاوفر هو حلو. بس اساسا كان سبب من اسباب ان انا اروح اقرر اعمل ايفنت ليه. طب ما في ايفنتس تانية يعني مش لازم. انت شايف فاهم؟ ان في بس حاجات لسه الفكره مش موجوده؟ انا بشوف ان في حاجات ميسنج وفي حاجات تقدر تضاف اكتر بكتير من اللي حاصل. فبما ان انا كنت انا من زمان، وانا يعني انا قبل كده من 13 سنه عمل، انت عارف قعده مصممين دي برضه حاسس ان انا اشيم قوي. بس من 13 سنه عمل قعده مصممين دي، فانا عندي الحته دي، حته ان انا بحب اعمل الحاجه للكوميونتي ونتكلم ونتعرف وننزل وبتاع. فانا بحب اعمل ده، بس بحب اعمله بفيجن معين. بيبقى عندي فيجن معينه، لو لقيت حد بيحقق الفيجن دي فخلاص مش هاجي، مش هعمل، هروح انا هروح احضر. فاهم قصدي؟ بس طالما ما لقيتش فبحس ان انا عندي حاجه اضيفها، حاجه الناس محتاجاها، مش حاجه اضيفها وخلاص عشان انا عايز اضيفها بمزاجي. لا، بيبقى عندك فيجن لما بتقعد تتكلم مع حد وتلاقيه ان هو شاري ومقتنع بالفيجن دي، فاذا هي في جاب. فانا بفيل الجاب اللي ناس كتير محتاجاها، اللي الناس عايزه تسمع حاجات. يعني هقول لك الهايلايت بتاع تي دي ام بالنسبه لي ايه. انا بالنسبه لي الايفنتس عمرها ما تعلمك تكنيكال سكيل. حلو. كلام منطقي. الايفنت انسبايرنج، ان انت تنفع تسمع بيرسونال ستوري تانسباير يو، تخليك وانت في الايفنت او بعد ما تخرج انت تقول انا ازاي ما كنتش بفكر كده، او طريقه التفكير دي مهمه قوي ان انا يعني اكونسيدر، او ان انا محتاج اغير طريقه تفكيري، انا محتاج اخد اكشن. هي ما قالتلكش تعمل ايه تكنيكال، بس هي اديتك بيرسونال اكسبيرينس بتاع حد مر بمراحل معينه وصلته لحاجه معينه، فتخليك ان انت لو غيرت طريقه تفكيرك دلوقتي انت ممكن تفرق في الكارير بتاعك، ممكن توصل اسرع. فانا بالنسبه لي الايفنتس بيرسونال ستوريز. هتجيب حد عنده انسبايرنج بيرسونال ستوري يجي يحكيها لك. مين الحد ده بقى وعمل ايه؟ دي برضو حاجه مش مستخبيه عننا كلنا، بس انت بتبقى شايف اكوردنج لمستواك ولخبرتك ولتعاملك والاكسبيرينس بتاعتك شايف ان دي حاجه هتفرق مع الناس جدا. الراجل ده بيتكلم حلو قوي، التوبيك اللي الراجل ده هيتكلم فيه مش بيتقال، وفي نقص عنده عند الناس فمحتاج ان هو يتقال، وهكذا. فهي دي الفيجن اللي انت بتتخيل الناس تيجي تسمع الكلام ده. مش هجيب حد يقول لك انا كنت بعمل سوشيال ميديا ديزاين وعملت يعني موجود اونلاين. البيرسونال ستوريز مش موجوده اونلاين. فاهم قصدي؟ غير طبعا ان انت تقابل الناس وتتعرف عليهم، ودي بتبقى على فكره جزء كبير قوي من الايفنتس، بتبقى ان انت تقابل الناس وتتعرف عليها وتسلم عليهم وتتصور وبتاع، بيبقى فن. ديزاينر قاعد طول النهار على المكتب ما بيشوفش غير الناس اللي يعرفها في الشركه، فبيشوف كل اصحابه اللي من نفس الاندستري على الفيسبوك بيشوفهم في الحقيقه، فبيبقى جزء كبير قوي. وانا على فكره ما بتضايقش ان اي حد يقول لك انا اصلا جاي عشان اشوف اصحابي. يا معلم تمام، دي حاجه حلوه، بس دايما بيبقى عارف في الحته بتاعت ايه. هو لو الايفنت وحش ما انا مش هاجي، ما انا هضيع وقت برضه، ممكن اجي لهم بعدين، او انا هدفع الفلوس ليه طالما انا جاي اقابل اصحابي بس، او هاجي بعد الايفنت، او ايا كان الاسباب اللي انت ممكن تديها لنفسك علشان خاطر ما تحضرش حاجه ما فيهاش فاليو.
امم فاهم قصدي؟ فاهمك بس فهي اوفرول هو براند ليه بيرسونا وليه تون اوف فويس بيتكلم بيها وليه تارجت اودينس عايز يستهدفه وعايز يكسكلود حد تاني، وهكذا بقى. قيس على كل، هو براند حرفيا، هو براند وفي ربح. اه طبعا كل الايفنتس فيها ربح، اكيد. على حسب بقى الربح ده انت بتاخده ازاي وبتعمل ايه وبتبوزيشن نفسك فين وايه المصاريف اللي عندك. ويعني تي دي ام كان في مصاريف كتير فشخ، انا عارف كتير قوي. انا عارف انا جهزت ايفنت قبل رمضان وعملت يعني البلان بتاعته كامله يعني، واتفقنا مع الجريك وحجزنا اليوم وحصل دروب يعني وما اتعملش. فانا مدرك الفاينانشال بيبقى عامل ازاي يعني الموضوع. يس بالظبط. وان انت تقنع السبونسر، وان السبونسر اقول له احنا مش هنجيب حد، امم انا مش عامل مش فاترينا، مش عايز انا يعني نفسي ما اضطرش ان انا اخليه كوميرشال، نفسي ما اضطرش ان انا يبقى عندي لوحه شرف من اللوجوز. انا حتى كنت بعمل حاجه قلت لهم، يعني كنت بقول لهم انا مش هخلي الناس تتصور على باك دروب فيها لوجوز. امم ليه؟ يعني انت كديزاينر رايح تتصور، هتتصور ممكن مع لوجو الايفنت، يعني حاجه انت امم مبسوط ان انت حضرتها وايفنت انت ممكن يعني مبسوط ان انت جيت. بس ليه تصور مع لوجوهات حاجات كوميرشال؟ يعني ايه الهدف؟ انا مش فاهم. طبعا هو ده امم هدف اصلا السبونسرز، ان اللوجو بتاعك ينزل في 50 مليون صوره على فيسبوك ويتشاف وبتاع. بس انا بحس ان سام هاو لو انا قدرت ما اجيبش سبونسرز كتير يبقى هيبقى الموضوع افضل. شكله كوميرشال، مش هعمل كده، امم هيبقى افضل. فانا كنت حتى السبونسر قلت له احنا كان ممكن نجيب انا عايز اقول لك، انا الايفنت ده انا ما خدتش مساعده من السبونسر في الماركتنج والبي ار. قلت له انا تمام، انا هشيل الموضوع. وما I امم didn't approach جامعات و I didn't approach الشركات وما رحتش لحد. والناس اللي كان بيقول لنا انا عايز اسبونسر الايفنت نقول له لا، الايفنت المره دي ما فيهوش سبونسرز. انا كان ممكن اعمل فلوس كتير قوي اكتر ان انا اروح اجيب ناس واعمل يلا مش عارف ايه وبتاع. بس انا كنت عايز ادي فاليو ان الناس جايه تحضر تي دي ام از ان دي حاجه بتدي بوش، وحاجه بتتكلم في حاجات معنويه كويسه، وحاجه بتدي انسبايرنج توكس وي وي وي. مش مجرد ايفنت جايين ان احنا نحط ب 50 لوجو بتاع كل واحد دافع له 10000 جنيه وبتاع، وفرحتي عندي 50 لوجو محطوطين بقينا يعني فاهم قصدي؟ يعني ما انا بقى فاهمك. مش اكتر حاجه انا حاببها. وبرده اجان انا ممكن اضطر السنه اللي جايه السنه اللي بعدها ان انا اعمل كده عشان يعني بزنس وايز محتاجين يعني. نقوم الايفنت مثلا. امم بس على قد ما اقدر هحاول ان انا ما اعملش كده، وعلى قد ما اقدر احاول ان الفيجن تفضل مكمله، ان تي دي ام هو مش كوميرشال ايفنت فور ماني. لو في يعني فاليو في على قد ما الاساس اقدر وجنبه هحاول جزء ربحي في عادي فاليو يعني. عشان يتعمل، يعني فاهم قصدي؟ امم عشان يتعمل وعشان التيم وعلشان مش عارف مين، والناس اللي بتكتب والناس اللي بتعمل الادز والناس اللي واللي بيبقوا موجودين في الاورجنايزرز. يعني بيبقى في برضه هيدك اوبريشن بيقعد معاك كده شهرين ولا حاجه انت مش عارف تشتغل في حاجه تاني. وانا دي كانت امم عندي مشكله ان انا عندي شركتين مش عارف اعمل حاجه. انا قد الايفنت، امم فاهم؟ اه وانا طبعا اللي بتفق طبعا. وانا اللي بنزل ابص على الحاجه وانا اللي بقول لا هنا محتاجين وهنا عايزين، وانزل اروح اقعد مع السبونسرز ونبعت برزنتيشن. يعني بيبقى في برضه قصص يعني. بس الشاهد امم يعني ان هو تي دي ام بالنسبه لي براند، مش ايفنت، مش حاجه سيزونال. وده اللي احنا بنحاول نشتغل عليه من الفتره دي. هنحاول نعمل اكتيفيتيز بحيث ان هو يبقى شغال طول السنه، وفي الاخر الايفنت ده الكونكلوجن، ده امم الاحتفال. فاهم قصدي؟ احنا بنتقابل بعد امم سنه من الاكتيفيتيز والكوميونيكيشن ومش عارف ايه، نتقابل بعد سنه ناخد انسبايرنج توكس تبوش اس للي جاي. بس انا اتكلمت كتير قوي في تي دي ام. لا دي فرصه كويسه، لان احنا زي ما قلت لك كنا مسجلين قبل ما يتعمل اساسا، فكويس ان ايه، كويس ان هي اتلغت وبوظت عشان نسجل تاني ونتكلم عن الايفنت. بص خلينا نرجع خطوه لورا كده. هو انت ليه اساسا انت حد ارت دايركتور ماشي في الكارير بتاعك بشكل كويس ما شاء الله، فايه اللي خلاك تروح لجزء البيزنس؟ ليه فكرت تفتح شركات؟ وال يعني بص المسار ده، فكره انك تتحول لبزنس اونر مش سهل، فايه اللي وصلك مش للحته دي؟ سهله خالص. انا حاسس ان انا شويه ندمان، يعني عارف، حاسس ان انا شويه ندمان عشان هو اصعب بكتير، اصعب بكتير جدا. بس انا شخص فضولي، وانا شخص فضولي جدا من زمان. زي ما بقول لك اللي هو ايه، يلا قعده مصممين يلا يا باشا نعمل. وانا اصلا كنت لسه داخل فيه ما اعرفش حاجه، لسه اتعرفت على شويه شباب على الفيسبوك، يلا نعمل يلا يا باشا نعمل انا معاك، وبدوس وباخد الموضوع على صدري قوي، ويلا انا يعني نروح ونعمل. انا عندي الارج بتاع انا عايز اجرب.
انا بحب اجرب. ممكن يعني I proved something وخلاص انا جربت. ممكن ما يبقاش عندي، مش عايز اكمل بقى، بس خلاص انت على حسب بقى اللي انت في حاجات تقدر تسيبها وفي حاجات لا. فانا الشركه نفس الفكره، انا عايز اجرب وبتاع، وان انا منتين البراند بتاعي واعمل براند ومش عارف ايه. وبعدين انت يستك، خلاص بقى يا باشا مفيش حاجه اسمها تقفل. ما يعني طبعا فيش. ربنا ما يقدر لناش الموضوع ان انت تقفل او كده، يا رب. بس اقصد ان انت بتبقى اون جوينج اوبريشن، ومرتبات وموظفين وحاجات كده. ما تقدرش ان انت في يوم وليله تتخلى عنهم، ولا ان انت تسيب الكلام ده عشان انت فقدت الشغف. ما فيش بقى حاجه اسمها كده. في حاجه اسمها ان انت ديفلوبمنت ليل ونهار، وتفكير بقى في الحسابات والضرايب والتاسيس والمنتجات والاستيراد والتصدير يعني وشوبيفاي واقع وشوبيفاي قايم وشغلانه يعني ايه. شغلانه يعني متعبه. وانا بقى مش هسكت مثلا، لا يا إيه ده في فكره تانية حلوه قوي في دماغي. ايه ده؟ فكره التاب وان اف سي، ويلا بينا، يلا مش هتعلم ايه الان اف سي وبيتعمل ازاي وبيحصل ايه والسوفت وير، ودور على حد سوفت وير وخش في مجال السوفت وير واتعامل مع الديفلوبرز. حاصل لا ينتهي، حاصل لا ينتهي والله العظيم. طب انت ايه اللي مش سهله استفدته من خالص. الاكسبيرينس يعني؟ واستفدت ان انا بتعلم 50 حاجه. يعني انا بتعلم 50 حاجه، ودماغك بتخرج بره اللابتوب، وان انت بتفتح السوفت وير بتاع الديزاين، بتعمل ديزاين، هو بيبقى بره ده خالص خالص. مم. بيبقى بالنسبه لك ما بتفكرش في التنفيذ اصلا، ما انت بتفكرش في عايز بس التنفيذ. التاسكيه دي تجهز بالنسبه لك الموضوع. هتخلص. مم. دي هتخلص هتبرزنتها مم. ازاي بقى، وتعملها ازاي، وايه اللي وراها، وهتكتبها تبقى وراك قصص تانية غير ان انا هديزاين ازاي يعني. يعني برضو دي مش تعليق على حد ولا حاجه، بس فتحان البيزنس بيشغلك قوي لدرجه ان انت بتتخيل نفسك وانت ديزاينر ان هو انا كنت فاضي فشخ. يعني انت وانت ديزاينر انا بتتخيل نفسك انت مصدقك مسحول. 100% والله. انا مصدقك. لما بتنتقل لناحيه البيزنس، تبقى بيزنس اونر، تكتشف ان انت وانت ديزاينر انت كان عندك وقت كتير قوي فاضي، بس مم. انت اللي كنت موهوم ان انت مشغول. على العكس بقى وانت بيزنس اونر، انت بتنام مثلا 4 ساعات لو بتنام. الديزاينز دي انت هتعملها لما تروح البيت بعد شغلك في حته البريك كده. وعلى البراندنج يعني. ديزاينز شغلك بشكل عام، او حاجات اللي هي كنت بتعملها بشكل رئيسي ما بقتش رئيسيه في يومك. بص، ديزاين انا بحب الديزاين لسه، وبشتغل حاجات كتير بايدي. بس مم. الحاجات الفريلانسنج في حاجات بشتغلها في بايدي، وفي حاجات بديليجيت. يعني انا بس مم. اللي ببقى الصوره اللي قدام الكلاينت، اللي بنيجوشيت على البرايسنج والنيجوشيشنز في النص، والبرزنتيشن رايحه وجايه، بس انا ما بشتغلهاش اصلا. مم. ده طبيعي فاهم قصدي؟ للمرحله اللي انت بس فيها انا اللي يعني عندي، دلوقتي. اه طبعا. بس انا بس في حاجات لما يبقى عندي وقت بقوم جاي انا اشغلها عشان انا بحب اشتغلها. بس في اغلب مم. الحاجات ما بشتغلهاش، انا بديليجيت الحاجات دي لحد. مراتي يعني مش حد غريب. مم. يا ما شاء الله عليها اشطر مني يعني. ما شاء الله. فبديليجيت الكلام ده ليها، بتطلع مم. الشغل. هو الكلاينت يعني هو مبسوط. هو ايوه دي الكواليتي اللي انا جاي عشانها. بالظبط. بص ما مم. تعرفهاش. فتمام. فانا بقى بستغل الشغل بيجي، الشغل بيجي لي انا. فانا بديليجيت وهي اللي بتشتغل، والشغل بعد كده هي اللي بتنزله يعني، مش انا برضو. بس اقصد ان في مم. الاخر هو الكلاينت بيجي لي انا، وانا بهندل الموضوع واتكلم معاه ونيجوشيت على البرايسنج ونتفق، وهي تشتغل الشغل ونسلم وهكذا. وبيجي عليا وقت انا ببقى شغال وهي شغاله. يعني ببقى ديزاين بيبقى ساعات بيخرجني من حته ان انت قاعد بقى كل يوم موظفين ومشاكل وحوارات ومش عارف، تحس ان انت عايز ترجع للديزاين تاني. بيجي عليا اوقات مم. كتير ببقى عايز يعني انا ايه اللي عملته في نفسي؟ ارجع ديزاينر تاني زي الباشا. قمر، قمر والله العظيم. بس يلا الحمد لله. الحمد لله. عمر. لا ما تعبت يا مروان. يعني اتمنى لك تمام اتمنى لك تجربه تمام تمام. تكمل لاطول وقت ممكن وما ترجعش فيها خالص يعني باذن الله. والله بص يا باشا انا هقول لك على حاجه. انا دايما بحب اقول الكلمه دي، انا على الله. مم. ايا كان انت بتعمل ايه، انا على الله. إيه اللي ربنا يأذن بيه يكون عادي، مفيش مشكله. نجحت ومشيت الحمد لله خير، ما نجحتش ومشيتش الحمد لله خير. منتج خسرنا عادي الحمد لله، فاهم؟ وهكذا. بس يعني في الاخر الدنيا صغيره والوقت بيعدي يعني، فاهم قصدي؟ فمش مستاهله قوي طول ما انت بس اهم حاجه يعني انت في الاخر الكونكلوجن بتاعك من الحياه دي
انت تبقاش عايش عشان تاكل وتشرب وتنام بس، مم. عشان دي مش ايه يعني يعني ماشي بتعمل ايه؟ فاهم؟ انت بني ادم يعني انت بني ادم، فليك احاسيس ومشاعر وبتاثر وبتعمل وبتساوي وهكذا، فتعمل حاجه مور ذان، وما تبقاش حاجه دنيويه بس في المطلق يعني. طبعا كلنا مضطرين يعني، بس حاول يبقى برضو تبقى انت بني ادم يعني، غير ما تبقاش ماتيرياليستيك يعني، فاهم قصدي؟ ما تبقاش فاهم. شخص مجرد كل يعني عادي اعمل شغل ببلاش وعادي يعني خليك ما تبقاش الموضوع 1+1=2، والبيزنس عمره ما كان برضه 1+1=2. وانا ما احبش النظره الاوروبيه بتاعه البيزنس بتاعت 1+1=2، انا ما بقتنعش بالكلام ده. هم هو انا عندهم بصراحه عقيده اخرى بتجبرهم ان هم يفكروا بالطريقه دي، ما عندوش حاجه، هو بيفضل عايش في هم دايما. انا عندي حاجه تانية، انا راجل عندي يعني في رب وفي رزق وفي حاجات، فانا الموضوع كله مش بايدي ولا بايد الحسابات ولا بايد البتاع ده، فبتكبر دماغك وتشتغل وتعمل اللي عليك، والباقي ده بتاع ربنا. عظيم. طيب يعني خلينا نروح بس للحته اللي بعدها في نفس الكونسبت كده. هم ايه البراندين بتوعك بيقدموا ايه؟ انا عندي براند اسمه هيتش، ده established في 2018 تقريبا، وده بيبيع كونسيومر الكترونكس، يعني هو لايف ستايل براند، بس احنا بدأنا بالكونسيومر الكترونكس اللي هي الكابلات والشواحن والباور بانكس والحاجات دي كلها، وبعد كده دخلنا تصنيع الجلد، وبقينا بنصنع والتس وحاجات كده جلد، بنصنعها احنا بنفسنا، واحنا اللي بنديزاين البرودكت، واحنا اللي بنعمل فيه السايكل كلها، وكله هاند ميد وحاجات كده. و... وتاب من سنه وشهر بنعمل تاب بتاع نتوركينج سولوشنز بيزد على الان اف سي برودكتس والكيو ار كودز، وكل دول مربوطين بداشبورد وموبايل اب. احنا كنا يعني احنا الحمد لله الماركت ليدر هنا في مصر، عندنا اكبر داتابيز واكبر عملاء وهكذا. ف بس بس عايز تعرف ايه تاني؟ عايز اعرف بقى لوجهك كيو اكس في المنتجات دي. لما انت طلعت بالبرودكت الاول هيتش مثلا، بدات ازاي؟ اليو اكس فرق معاك ولا لا؟ كان في انهي مرحله من المراحل؟ عزلت على ايه واشتغلت ازاي؟ سايكل اليوزر اكسبيرينس بشكل عام فرقت معاك ازاي؟ بص هيتش يعني ما كانش فيه حاجه قوي كده، لان هو الويب سايت كان تمبلت، فالتمبلتس دايما بتبقى ديزايند بشكل كويس وما بيبقاش فيها مشاكل يو اكس تعطل التجربه بتاعت العميل يعني. فهيتش ما اقولكش يعني مفيهوش مشاكل كبيره، عادي. كنت انا كنا في الاول شغالين وو كوميرس، فكان كارثه في في التعديلات، وحاجات تضرب وكان تقيل ويقع وبتاع، فوو كوميرس ده بلاتفورم زباله يعني. وبعد كده نقلنا على شوبيفاي اعتقد من 2021 تقريبا، 2021. طبعا تجربه مختلفه تماما، مش اوبن سورس بلاتفورم، فالموضوع دايما باج فري، مفيش ويب سايت فجاه الفانكشن مش شغاله وفجاه مش عارف مين، يعني نادر 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 جدا جدا جدا، لدرجه ان انت تقدر تقول عليه ان هو باج فري، لان انت ما بتقدرش تعدل في كل حاجه بحيث ان الفانكشن تضرب، وما تقدرش يعني في وو كوميرس. يا لهوي كانت ايام كارثه. انا كنت دايما احب اسطب بلجنز، انا احب العب في الحاجات دي قوي، تسطب بلجن يضرب لك بلجن تاني، الويب سايت يبقى مش شغال، تشيك اوت مش جو. عارف ايه مش عارف ايه حاجات كده. شوبيفاي لا مستحيل يعني، شوبيفاي ما فيش بلجن بتضرب التانية، كله كومباتبل مع بعض. فدي بتبقى حاجه غير السرعه، غير ان هو بلاتفورم ميد فور اي كوميرس، على عكس الوو كوميرس انت ممكن تستخدمه في حاجات كتير قوي، فهو مفتوح يعني. فهيتش ما كانش فيه مشكله قوي في اليوزر اكسبيرينس يعني، لان اجان هي التمبلتس يعني بتبقى معموله ديزاين كويس، وهو خلاص اي كوميرس، اد تو كارت تشيك اوت يعني فاهم، ديسكريبشن سعر كوانتيتي، يعني خلاص حاجات معروفه على حسب شكل البراند بتاعك بالديزاين الويب سايت. تاب هو اللي فيه موبايل اب فاكسبيرينس. فانا هقول لك انا الميثودولوجي بتاعتي بتشتغل ازاي. انا كمروان ما بخترعش، حلو كده، انا بشوف الفكره اللي انا فيها جاب، وانا اقدر افيل الجاب دي بيزد على ماي اكسبيرينس واللي انا بعمله. ف فتاب دي يا باشا
كان كلها منتجات NFC بنفس الطريقه في كل دوله، نفس الحاجه وبتاع. فانا حسيت ان انا اقدر اضيف للمنتجات نفسها بان انا ادخل فيها الحاجات الليذر بما اني بصنع ليذر. وتاني حاجه بالنسبه للموبايل اب، انا قلدت الصراحه to be very honest. ماشي، عملت الريسيرش وشفت مين الماركت ليدر ومين بيعمل ايه ومين بيسوي ايه، وعملت اب، طلعت اب في 40 يوم. عظيم. حلو كده، اب لايف على الستور في 40 يوم. حلو 40 أوي. يوم 50 يوم يعني في السكه دي. مم. حلو. انا بجرب بفاليديت الفكره ومش عارف هتنجح ولا لا، وصرفت عليها ساعتها اظن يعني 100,000 جنيه 150,000 جنيه عشان اطلع بالايه بالبدايه. بالان في بي حلو، الاولاني ده. من سنه. مم. بما فيه الاب، بما فيه بقى الويب سايت، بما فيه اول كم منتج اشتريناهم علشان نبيع وعلشان نصنع ونعمل البروتوتايب بتاع الميداليه اللي اتسرقت واتفشخت في مصر كلها دي. فالاب طبعا ساعتها كان بالنسبه لي تمام، كان بالنسبه للماركت تمام. وانا مش حد بيبقى يعني بيبقى ساتسفايد باللي حصل، ببقى دايما عايز اغير. مم. ف ف فجينا هنا بقى في الاب في قصه خلينا نتكلم عن اليو اكس، مش عايز ادخلك في المشاكل اللي حصلت في البيزنس ماشي. نفسه. بالنسبه لليو اكس كان انا اللي عامل الاب، وكنت مقلد اب تاني. ماشي، حاولت اضيف فيه لمستي يعني في الاخر، بس في الاخر كان هجين كده، عارف ما مم. تحسوش ايه يعني، كان واضح وكل حاجه وهو بسيط اصلا، الاب بسيط بس كان يعني كان بيزك قوي. مم. وبس طبعا ده بالنسبه للماركت كان حلو جدا. الاب بتاعكم جميل وخطير وبتاع. احنا عندنا حوالي 200 ريفيو على ابل، وعندنا 260 ريفيو على جوجل. مم. بافريج 4.5 اوت اوف 5 اوفرول ريتنج مم. حلو قوي. على اب اصلا مش حلو. القديم ده، مم. الاب القديم ده مش حلو خالص، فاهم؟ فبدأنا بقى الجيرني بتاعت احنا عايزين نغير. فدخلت بقى كام مره مع حد يشتغل معايا في اليو اي واليو اكس، احمد يعني شاوت اوت لاحمد ياسين ومنشاوي واحمد رمضان، دخلوا معايا برضو، عدلنا في الاب، اشتغلنا عليه شويه. مم. احمد ياسين كان اكتر حد اشتغل على الاب. غيرنا اليو اكس بتاعه وظبطنا الدنيا وبتاع و... وعملنا بقى الفيتشرز الجديده والبرو مش عارف ايه وبتاع، وغيرت التكنيكال تيم بتاع 3 مرات ولا حاجه علشان اقدر اوصل حد يقدر يكمل معايا و... وبس. وطلعنا الاب ده الجديد ده في 3 شهور. طيب إيه واجهك مشكله وانت بتحول من ريليز 1 مثلا او المرحله الاولى اللي بيكون فيها انت بتشوف الباترن بتاع السوق وبتقلده، وانت بتحاول بقى تضيف الفيتشرز بتاعتك وتغير اكسبيرينس؟ هل في حاجه في اليو اكس قابلت حد في اليو اكس مثلا صعوبه معينه؟ اشتغلت مع حد فريلانس ولا انت اللي كملت ولا يعني غير الناس اللي انت لا، قلتهم يعني؟ انا بص هقول لك على حاجه. انا ما يعني انا عارف مين اللي شاطر ومين اللي مش شاطر، وعارف مين اللي ينفع اشتغل معاه ومين مش هينفع اشتغل معاه. والحته بتاعت اليو اكس بيحصل فيها حاجه كده يعني ما تنفعش غير مع الانتيتيز الكبيره قوي. انت بتقول له انا ستارت اب، وتقول له انا يعني انا لسه في ستيج بدري قوي، هيقول لك لازم بقى ناخد البروسيس، ولازم نقعد 3 سنين نعمل فلو تشارت، و3 سنين نرسم، و3 سنين نعمل بروتوتايبنج. فانا مع احترامي للبروسيس في العالم يعني، انا انا عارف انك عايز تقول حاجه ما انا ينفعش تتقال. بص يا باشا هقول لك على حاجه هي ده بقى ده جزء من ضمن الناس اللي ما بتفصلش ان الديزاينر لازم يتعلم بيزنس. حط نفسك يا طبعا باشا، طبعا. حط ايدك يا باشا جوه الطبق السخن كده وتلسع وشوف الدنيا ماشيه ازاي. مم. الانتيتيز الكبيره كده كده لابد ان هم يعملوا بروسس عشان البرودكتس بتاعتهم بتكاري اكسبيرينس. فهو مم. لازم يجمع داتا، ولازم مش عارف ايه، ويعمل سيرفيز ويوزر انترفيوز، وهو لازم هو اللي بيعمل الكلام ده. زي الفيسبوك دلوقتي بيخلق اكسبيرينس، الباقي بيتبعها علشان اليوزر يتعود عليه، عشان هو عنده مم. اكتر كاستمر بيس في العالم وهكذا. فاهم قصدي؟ بس انا بالظبط. جاي اب يعني الاب عندي فيه 20 فيتشر
لهم على بعض مثلا، فتيجي تقول لي احنا محتاجين نعمل يا باشا تمام يا معلم سلام عليكم انا هتعامل، فاهم؟ فاروح لاصحابي اللي هو منشاوي و... وياسين اللي هم بتوع شغل، بتوع هو شغال في ستارت ابس فعارف الدنيا فيها ايه، يلا يا باشا نقعد نعمله واحنا قاعدين بجد. دلوقتي ل... ايوه احنا كنا بنخش مثلا كل كام يوم سيشن، ان احنا الثلاثه قاعدين فاتحين الاب مع بعض ونقعد نشتغل مع بعض. لا هنا انا مش قصدي كده، هنا انا قصدي كده، هنا انا قصدي كده، تك 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 تك، خد عندك كده مثلا اسبوعين ولا حاجه طلع الاب خلاص. بعد كده انا طبعا. بعدل الحاجات الصغيره اللي مش محتاجه حاجه جديده، انا بتزاول فيها خلاص انا بعدلها، فاهم؟ لو احتجت حاجه تاني بلجأ لهم وهكذا. بس في الاخر شفنا ايه المشاكل اللي موجوده وايه الحاجات اللي كانت عند الناس، وضفنا حاجات كتير مختلفه. والناس اللي كانت في مصر اللي كانت بتقلدني يعني انا رحت قلدت ماركت ليدر في العالم وضفت عليه حاجات ونوعت في البرودكتس واي انفستد ماني، هم جم قلدونا انا. فالاب الاولاني سهل يتقلد لانه ما فيهوش حاجه، انا جيت رحت نزلت بالاب الثاني جديد، فحصل ايه يعني غربله بقى انشأنا خلاص. حصل اللي هو ايه ايوه، ما اصل هو في الاخر، هو في الاخر في مصر هو بيبيع ايه؟ يقول لك انا بيع المنتج، ودي غلطه كبيره. انا حاسس ان انا غلط ان انا اقول الكلام ده. لا 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 انا مش هكمل لا 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 لا، انت هتكمل مش هكمل. انت هتكمل الكلام ده لا موجود لا معايا في الريكورد اللي باظ، انا هقطعه واحطه هنا. لا لا يعني مش يعني بص، خليني مش عايز اخش بس في التفاصيل قوي، خليني اقول لك ان هم هنا في مصر النظره مش، انا برضو الصراحه مش عايز اقول عليه كومبيتيتورز، يعني انا ما بعتبرش ان انا ليا كومبيتيتورز الصراحه، و I'm not being arrogant وتنك خالص خالص خالص، الموضوع ملوش علاقه كده، الموضوع علاقه ب اجين نفس الفكره بتاعت الايفنتس. انا بتعامل مع الموضوع ازاي؟ ده ان انا براند، بعمل حاجه محدش بيعملها. ده انا عندي جاب بستغلها وببني عليها وبكريت براند. انا مش تاجر، التاجر هو اللي بيبيع سلعه وبيقعد ينزل ويطلع في السعر، لعبوا على السعر. ليه؟ انا والله تاجر فاكهه جنبي 50 واحد تاجر فاكهه، لعبنا على السعر، يا سعر واحد وبضاعتي حلوه، يا انا اغلى منهم عشان بضاعتي احلى، يا انا اقل منهم عشان بضاعتي اوحش، فبنلعب على السعر. ده كده ده ستايل تجار. البراندز ما بتلعبش على السعر، هي بتلعب على الكاستمر واللويال كاستمر، فالسعر ما بيفرقش، لان انا لو مرتاح مع براند وهو اغلى من التاني مش بفارق فظيع يعني هشتغل مع الاغلى لان انا مرتاح وجربته قبل كده وخلاص. انا اللي عندي في السوق تجار، هو يعمل ايه؟ مروان منزل الكارت بلاش مروان، تاب منزل الكارت ب 300 جنيه، انا هنزله ب 200 جنيه. ايوه، مش ده اللي هيخليك تبيع، هيخليك تبيع لنوع الاكسبيرينس كلها. الكاستمر اللي داخل، هيخليك تبيع لنوع الكاستمر اللي داخل يقول ده ب 300 ده ب 200 هشتري ب 200 بدون ما يبص بقى على الاب ولا الشركه دي هتديني ايه ولا الهوا، او انا هشتري الاقل. اذا هذا ليس هو العميل بتاعي. اساسا. باب مفتوح يا باشا، وهكذا. فهو انت لما بتبيع الحاجه اقل مني ده مش معناه ان انت هتكسب او هتكسب اكتر، ان مش هي دي البيعه. فاهم قصدي؟ فاهمك. عشان تعمل براند وقت، انا اي كليم ان انا بقى عندي شويه كرايتيريا انا عايز اعمل ايه وهعمله ازاي. حلو، بما ان انا اشتغلت براندنج كتير وبعد كده اشتغلت البراند بتاعي، فانا حاولت اميكس ما بين الحاجات النظريه اللي انت بتعمل للعميل برزنتيشن تديها له، وما بين ان انت تشتغلها بقى مع براند تفضل مكمل معاه 5 سنين. حلو، وتشوف ايه اللي بيقع وتقومه وايه اللي بيظبط وايه الفيدباك وايه المنتج اللي وحش فتمشيه وتجيب واحد مكانه احسن وتصلح فيه وتعمل كامبين تجيب وتعمل كامبين ما تجيبش فايه وهكذا. فانا باخد السايكل دي. فانا اي كليم ان انا ببقى بشوف ده من بدري، او بشوف ان لا ده ممكن يخيش معايا ده ما يخيش، المنتج ده شكله مش انا مش هعمله، المنتج ده شكله انا هعمله. هم عملوا ايه مثلا؟ انا عملت الميداليه دي، كان مبعوت لي 6 بروتوتايبس واخترت واحد نزلته، عمل بومينج وبيطلب وبيتاخد منه الحمد لله، يعني تاني واحد بيتباع بعد الكارت.
ما شاء كارت الله. اكتر حاجه بتبيع في العالم في الاندستري دي، لان كارت خلاص بتحط عليه براندنج امم. وبيطبع عليه ومش عارف ايه وبتاع، فهو اكتر حاجه ايه يعني دارجه. امم. تاني اكتر حاجه عندنا هي الميداليه، الجلد اللي احنا عاملينه اتنحلت في مصر كلها. انا مره كنت رايح اقعد مع واحد بتاع جلد بجد وما يعرفش ان احنا تاب، رايح اقعد معاه علشان عايز اشوف شغله علشان اشتغل معاه، فلقيته عامل ميداليه شبه تاب، مقلد نفس الديزاين يعني بس حاطط عليها حاجه تانية. فقلت له هو انت الميداليه دي جايبها منين؟ قال لي انا اللي عاملها. قلت له بس الديزاين ده مش بتاعك، ده بتاع تاب. فزام كده وقال لي يعني ايه بتاع تاب؟ يعني لا ده موجود على النت في كل حته. قلت له لا مش موجود على النت في كل حته، هاتهولي كده لو انت جدع هاتهولي، خش سيرش على بنترست كده وهات لي الديزاين ده. قال لي ما هو زي الاير تاج. قلت له لا مش زي الاير تاج، تاج بكبسوله وبتتفتح وبيخش جواها حاجه. قلت له لا مش زي الاير تاج. حتى ساعتها خد على صدره قوي، قلت له عشان بس ده حرام. قلت له عامه احنا الشركه اللي عاملين البتاع ده، فانت يعني فاهم قصدي. فالمصريين برضه ما عندهمش الكالتشر يعني عامه بتاعه الحلال والحرام دي، ما في ايه ده منتج حلو ما نعمل زيه، ايه ده منتج حلو ما نعمل زيه. على فكره انا بعمل كده في الجلد. انا في الجلد بعمل ايه؟ ما هو انا في الجلد انا مش راجل، مش حد ديزاينر بتاع جلد بيقعد يرسم حاجه فروم سكراتش. انا بجيب انسبيريشنز وبعدل عليها بالحاجات اللي تمشي مع الديزاين لانجوج بتاعتي. امم. فلما نيجي حاجه نبقى قرب هننزلها وتكون شبه حاجه، بقول لهم لا احنا مش هننزلها كده، لازم نحط عليها تعديل. اه انا جبتها في الاساس السكيلتون بتاعها مش بتاعي، بس في الاخر مش هنزلها زي ما هي، مش هاخد حاجه واحطها زي ما هي. واقول بتاعتي. فاهم قصدي؟ امم. لازم تبقى لازم تبقى اونبل. ف... امم. ف... فاللي حصل في الميداليه ده يعني فاهم بالظبط. والله اقول لك على حاجه، في واحد منهم طابع البتاع دي على الباكجنج، طب واخد الريندر بتاعنا طبعه على الباكجنج وبايعه. فانت فاهم، انت فاهم فين فاهم بقى المينتاليتي فين. انا امم. بصرف على الريندر فلوس كتيره عشان يتعمل الريندر وهو ويتحط واخده وشغال بيه. وهو واخده بالظبط. امم. فهي المينتاليتي بتاعت ايه، انا هشوف بيعمل ايه وبعمل حلو. ما انت كده انت مش براند، مش هتروح في حته. امم. بس هي المينتاليتي دي ما بتتغير يعني خلاص، هو انت اللي هو دماغه كده فسيبه، هو الله يعينه. فاهم قصدي؟ ف... فهي الفكره عشان ارجع لك لقصه اليو اكس وبتاع، هي الفكره كلها ان انت كحد شغال في اليو اكس ما تبقاش تبقى فاهم السكيل بتاع الشركه اللي انت شغال معاها وهي محتاجه البروسيس دي ولا لا. لان لو جيت لك مثلا فرضا انا اسف جيت لك بابلكيشن سوبر ماركت زي انستا شوب مثلا، امم. هقول انا يا باشا بعمل زيه بالظبط ما عدا اختلافات في حاجات بسيطه. تيجي تقول لي بقى نقعد نعمل بروسيس، ما هو يا معلم ما هو قدامك هنكريت كله من الاول. يا ما هو مروان، انا عايز اقول لك ان انا اسف ان الكلام ده اساسا علميا في اليو اكس غلط، ان هو يعمل بروسيس في المرحله دي. يعني انت في المرحله دي بتبقى اوكي محتاج تمشي على الباترن، لان كل اندستري اي كوميرس ليها باترن معين، الاديوكيشن ليها باترن معين، وهكذا. فانت زي ما قلت على فيسبوك كده، اليوزرز يتعود على حاجه. في قانون من قوانين اليو اكس بيقول لك الناس هتحب تشوف الحاجه عندك بنفس الطريقه اللي شفتها عند المنافسين. فانت لو عندك منافس، عندك ليدر موجود بيعمل حاجه بكواليتي معينه، فعلى الاقل خد الاكسبيرينس كفلو زيه، اه وابجريد انت كفلو بقى، بالظبط. واعمل انهانسمنت بقى في الديزاين، وحط الايدنتي بتاعتك، واشتغل على الفيجوال بشكل مختلف. وممكن تحسن الاكسبيرينس اكتر كفلو برضه. ولكن ما تخترعش العجله، خد العجله اللي موجوده دي وكمل عليها. حصل ففكره صح. ان انا اخد حاجه عميل يجي يقول لي خد انس شوب او خد كذا واعمل كذا، اقول له طب تعالى نعمل بروسيس، فانا كده بقول له طب امشي بالبلدي. وهو يا باشا انا بيزنس، فانا عايز انجز، عايز اجيب امم. فلوس، عايز اشتغل. انا مش شركه مريزه فند ب 100 مليون دولار عشان تيجي اقول لك بص يا باشا انا عايز اخلق اكسبيرينس معينه. انا امم. عندي مشكله هنا مش عارف هي منين، فانت روح اعمل لي يوزر سيرفيز ولا يوزر انترفيوز. انترفيو ومع 1000 واحد يعني كل الكلام ده وقت وفلوس ومفيش ريزلت هتطلع قريبه، على عكس الستارت اب ده عايز يطلع بكره. امم. عشان كده بتلاقي الستارت ابز بيعملوا ايه، حركه مشهوره، هو بيجي في الديزاين والحته دي الناس بتقول له شهور واسابيع فبيبدا باي حاجه باي امم. حاجه، فبتلاقي اول ما بيطلع زي الخرا، بعد كده ده يروح حقيقي. يريز معاه فلوس يجي يعمل الحاجه. امم. ليه بقى عنده القدره الماليه وعنده الوقت انه يستنى.
في البدايه ما عندوش فبيمشيها اي حاجه. انا بقى معترض دايما على اي حاجه، ان في البدايه اي حاجه دي ما هي ممكن اي حاجه دي تبقى في ستاندرد، ما تبقاش تحت قوي كده، ده بيبقوا بادئين يعني وحشين قوي. ممكن نحط الفريم كده نمشي جواه. يعني لا، ما اقصد ان مثلا انت كستارت اب اللوجو بتاعك في البدايه كان وحش جدا زي الزفت وجيت غيرته، طب ليه في البدايه ما يبقاش الوحش ده كويس؟ مش وحش قوي. مش وحش قوي يبقى كويس، لا هو بتلاقيهم في الشلاحات خالص، البيتش تيك بتاعتهم بتبقى وحشه خالص، فاهم؟ وهكذا. ف... ف... ففكره ان انت بقى تقول البروسيس مش عارف ايه، محتاجه تبقى عارف انت شغال مع مين في اني ستيج، محتاج انت تبقى فاهم البيزنس، تفهم البيزنس نفسه. انت مش انت يو اكس ديزاينر بس، لازم يبقى فيه حته انت يبقى عندك البيزنس اسبكت، تبقى فاهم الموضوع فين، تحط نفسك في مكان الراجل صاحب البيزنس ده علشان تعرف تفولفيل النيدز بتاعته. ما تبقاش انت هو بيقول لك وانت بتنفذ، هو بيقول لك وانت بتنفذ، لا انت محتاج انت تبقى فاهم قوي اكن الاب ده بتاعك، بالظبط، علشان انت تبدا تقول لا هنا غلط وهنا صح، وتبدا تقترح عليه ان لا احنا لو عملنا كده اليوزر هيحصل له 1 2 3 فبلاش. فهو لو اشترى منك خلاص، اشترى منك مره والثانيه بعد كده يحس ان انت الشغل ده بتاعك يا باشا، اعمل وقول لي. بالظبط. انا بحب دايما الستايل ده، بحب ستايل ان انا بقترح على العميل، ما بقولوش انت عايز ايه، انا انا عايز بقول له لا اقول لك والله احنا ممكن نروح. الحاجات دي بتفرق كتير جدا وبتخلي العميل، يعني انا في عميل من العملاء كان من كتر الشغل اللي عملناه مع بعض، يعني كنا عملنا حوالي مثلا 12 بروجكت، لدرجه ان هو بقى ما شاء بيستلم الله. مشاريع ويديها لي اعملها من خلاله. ففي فتره من الفترات اداني مفتاح من مفتاح الشركه، قال عشان لو حبيت تعدل في اي مكان في اكتوبر، بجد مش بهزر والله. بص يا باشا ده الورث بتاعي يا باشا، بص انا هكتب لك الشقه دي باسمك. والله العظيم انا يعني في مدينه نصر، فقال لي لو انا نزلت اكتوبر في اي يوم وحبيت تقعد تشتغل، وكان عنده شركه استوديوهات صوت وحاجات وكده، وكان حد عايش في السعوديه يعني وكده، بس فكره ان هو شايف ان انا كوميتد للشغل معاه، هو شايف ان انا انت شايف الحاجه دي كده، انا ما بعتنيش باللي هو بيقوله كديزاين، انا باخد منه البيزنس وبقول له احنا عندنا طبعا بيست براكتس كذا وعندنا صح كذا، واللي انت عايزه هعمله طبعا لك، بس خد بالك المنطقي يتعمل كذا، طبعا ريجاردنج دي حاجه برضو مهمه جايد قوي. لاينز كذا 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 بالشكل ده. فده بيفرق، ده اللي مخلي العميل، يعني انا مش بشتغل مع عملاء كتير فريلانس، رغم ان الفريلانس هو السيكتور الاكبر بالنسبه لي في حياتي، بس انا بشتغل مع عملاء على لونج تيرم، يعني في عملاء اتحولت لشركات بالنسبه ان انا اشتغلت معاهم وهم كانوا سوفت وير، فنزلوا سيرفيس اليو اكس عندهم بناء عليا، اللي هو اوكي خلاص بقى. انت خلاص احنا معانا فاهمني؟ واحد يعتمد عليه فهننزل السيرفيس دي. فالناس دي بقت بتحطني في جروب مع كلاينت كده على الواتساب، من غير ما يقولوا لي ايمن في عميل، بس ولا بنتفق اوكي على فلوس ولا بنتفق على اي حاجه، الرقم اللي بطلبه باخده، هما بيتعاملوا كويس، في بزنس اناليست واكونت مانجر بيكلموني وشكرا، الموضوع ده دي شركه واقعيه موجوده في جامد المعادي بالفعل يعني. جامد جامد. ما فاهمني؟ بقول لك انت يعني لازم، وعشان كمان انت كديزاينر او كيو اكس او ايا كان حد شغال في الكريتيف اندستري، تبقى افاقك اوسع من مجرد كيبورد وسكرين، تبقى افاقك اوسع من كده، ده هيفرق معاك، هيفرق معاك بالظبط. جدا. خلينا ناخد الموضوع بشكل اعم في الكريتيف اندستري، بلاش نخصصها في اليو اكس يعني. لو انت النهارده هتدخل حد معاك التيم يشتغل في شركتك، حد موظف ولكن كريتيف اندستري مش اوبريشن ولا سيلز ولا الكلام ده، ايه الحاجه اللي ممكن انت هتعمل له انترفيو بتاعه، انت ايه الحاجه اللي هتركز عليها مع الشخص ده، ولازم تبقى او يعني موجوده امتى يبقى ده كواليفايد، وامتى تقول له لا مش مناسب؟ بص انا مش اشطر حد، انا قلت لك قبل كده الكلام ده المره اللي الريكورد فاتت، اللي انا مش فات. اشطر حد خالص في الحكم على الناس وتعرف بقى السوفت سكيلز بتاعته والحاجات دي، مش انا خالص. بس انا دايما بقى عايز شخص بتاع شغل، وهي بتاع شغل دي ما لهاش كذا ديفينيشن، هو ديفينيشن واحد. بتاع الشغل ده يعني شخص الشغلانه دي ما بتعديش منه غير لما بيخلصها، مش بيجيف اب بسهوله، مش بيكسل، مش بيتعولق من الاخر انا اسف على الكلمه، مش بيتدلع. ف... ف... كمل كمل. بتاع شغل ده بالنسبه لي ده الهايلايت من الاخر يعني. شخص بتاع شغل هتشتغل مع فرونت اند، هو بتاع شغل. بتاع شغل دي يعني ما بيجيش يقول لك انا مش عارف احل الايشو دي، مفيش حاجه اسمها كده، يعني مفيش حاجه اسمها كده، ما تجيش تقولها لي.
طب لما انت مش عارف تحلها انا اروح اكلم مين؟ مم. انت المفروض تروح وتدور، ومفيش حاجه في الكودينج والبروجرامينج ملهاش حل، فاهم قصدي؟ طبعا. كل حاجه ليها حل. ف... فما فيش حاجه ما تقوليش ما فيش حل، تقول لي في الحل مم. الفلاني ويتطبق بالشكل الفلاني، وفي كذا بس ده اصعب وياخد وقت، وفي اسهل بس مش عارف مش ريلايبل، وهكذا. ف... فهي الهايلايت ان هو شخص بتاع شغل، شخص بتاع شغل يعني تعتمد عليه. وطبعا طبعا 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 اهم حاجه يعني برضو الاخلاق، يعني هو يبقى بني ادم كويس، يعني فاهم يعني. مم. ممكن يبقى بتاع شغل قليل الادب مش هشتغل معاه ينعل شغلك بس يعني عادي. ما اه انتش يا يعني مجدي. يبقى شخص بتاع شغل، ويبقى حد ابن ناس مؤدب، تعرف تتعامل معاه، ما تجيش عليه وما يجيش عليك، ويبقى التعامل بينكم يعني في نطاق ان انتم محترمين وهو محترم، وما مم. تجيش عليه وما تاكلش حقه وتدي له اجازاته وتحترم وقته، بلا 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 بلا، وهو يحترم نوع الشغلانه اللي هو شغالها. يعني الديفلوبرز شغلانتهم بتاع يصحى الساعه 5 الفجر الاب فيه مشكله، عادي هم متعودين مم. على كده ومفروض تتقبل كده. فلو لقيت واحد ديفلوبر ما بيتقبلش كده فهو اللي غريب. مم. بس ما تجيش ديزاينر تصحيه 5 الفجر تقول له الحق اللوجو وقع، ما هيقع فيه هيروح فين، ما هو موجود، فاهم يعني. مم. ف ف فمش فمثلا دي حاجه مش منطقيه في الكريتيف اندستري، بس في التك منطقيه ان انت تصحي الديف اوبس عشان خاطر رقوم اه السيرفر فيه الديف اوبس مشكله. بالتحديد والسيرفرز والحاجات دي انا اه في معانا في وهو الشركه. هو متعود على كده وعارف يعني. مم. ده كل يوم انا بيجي لي عندي كذا كلاينت من دول تانية مع فرق التوقيت، بيصحيني الساعه 4 الفجر بجد، صحاني قال لي اصل عندنا كان عنده كاش على الراوتر في الشركه هناك. مش وانت عايز اقول لك شغال ديف الموضوع كان اوبس ولا ايه؟ لا ما انا عندي شركه سوفت وير هاوس، اه اوكي، اه فالسيرفر فبيقول معايا لك فانا يصحى الادمن. وانت تصحي انت الديف اوبس بقى. اه فاللي هو مش عارف يوصل لحد، اكيد مش بيخليه كونتاكت مع الموظفين، فاللي هو ايه عندنا مشكله اه طلع عنده فهمت كاش على فهمت. الراوتر في الاخر والله الحمد يا لله. لهوي يا لهوي. بس ده اهون يعني، حتى صحاك بس اه اهون ما تصحى تلاقي مشكله، دي قصه تانية. بس انا متفهم وجهه نظرك ان في وظائف معينه، يعني انا بشوف دايما ان اي حد شغال في الكرياتيف يا مروان لازم يكون عنده فلكسبيليتي لابعد حد ممكن الانسان يتخيل. يعني انت ممكن تشتغل في اي مكان معاك اللابتوب بتاعك بتتعامل، مش لازم تبقى الحاجه بتقف اللي هو 8 الصبح بالظبط هبعت الميل وهبعت الفايلز والكلام ده، لا أنا ممكن اعمل ده وانا في الشارع لو في امكانيه لده عشان اخلص، مش عند مع العملاء وخلاص يعني. هو يعني هو في اي حاجه انت محتاج تبقى عندك خلق واسع، ده شغل بالظبط يعني. بالظبط. انلس ان انت في اهانه او في مش عارف ايه، دي تختلف ردود الفعل بقى، في واحد بيتعصب، امم. واحد بيضرب، واحد بيشتم، واحد بيمشي، واحد بيعمل وهكذا. بس انت في الاخر انت رد فعل لاهانه حصلت، اهانه ما، مدى امم. تقبلها انا ما اقدرش اقول لمين يستحمل ومين لا، كل واحد على حسب ظروفه وعلى حسب التوقيت اللي انت اتهان فيه بس في المطلق انت محتاج يبقى ده شغل في الاخر. وهدف اللي بيكلمك او اللي بينهارك او اللي بيتكلم معاك بطريقه حاده هدفه الشغل المفروض يعني، وانت هدفك امم. الشغل. فخلاص يعني هنركن الحاجات دي على جنب طالما ما فيهاش اهانه، يعني طالما كلها في سياق الشغل، فانت المفروض امم. يعني تتعايش يعني. يعني عايزين نشتغل، فاهم قصدي؟ مع كلاينت بالظبط. بقى، مع زميل ليك في الشغل، مع ايا كان يعني. امم. بص انت ينفع معاك الناس اللي جت من ستارت ابس او سوفت وير هاوس، ناس بتوع الكوربريت والبرودكت بيز، يعني ده دول اللي اعتقد مش بيماتشوا معاك في اي حاجه خالص. لا مش فاهم يعني، قول لي. بص هقول لك حاجه، يعني مثلا في السوفت وير، يعني اول ما فتحت الشركه مثلا 2017 اتعلمت كل حاجه. ما كانش عندي سيرفر ويعني ايه ريسيلر ويعني ايه هوستنج ويعني ايه كذا وكذا، انا كنت حد سوفت وير وكده. بعدها طب هنعمل ايه في الباك اند، طب هنعمل ايه في البيزنس، طب لو العميل لو حد من الاكونت مانجرز مش موجود. فالسوفت وير هاوس او الشركات اللي هي الايجنسيز اللي مش شغاله على برودكت واحد بيبقى فيها فرق كتير، والناس اللي فيها تبقى فعلا اه آه، جري كتير. لو راح هو كوربريت او حاجه برودكت بيزد يا بيحس ان هو باشا قاعد مأنتخ. والله العظيم انا مش اتعلمت، انا اتهريت حياة ربنا. مم. انا الكود بتاع الاب القديم ده كله اترمى، طبعا لا كان معمول له دوكيومنتيشن ولا كان معمول له اي حاجه، واترمى في الزباله. وبعد كده جه حد اشتغل 3 شهور
رمينا كل الشغل برضو لا لا عشان كان عامل دوكيومنتيشن، بس جوه الدوكيومنتيشن مش حاجه. كانت برضو قله خبره مني واللي اتعمل له هاند اوفر ما توقعش ان الدوكيومنتيشن دي يبقى من جوه الموضوع بايظ. اكيد اللي عامل كده في شخص منظم وبتاع. برضو كل ده يعني اترمى، واللي اشتغلنا عليه فيه طلع عينينا في الشغل. بص، المجال بتاع التك متعب قوي. يعني انا دي حقيقة. يعني انا لو كان عندي هيتش بس ما كناش هنخش الدخله اللي احنا ما كناش هنعاني. انا بعاني، فاهم قصدي؟ مجال السوفت وير يعني متعب، تعب مش طبيعي صراحه. دي متعب حقيقة. ودايما شغل مستمر مستمر مستمر. انا ضغط بيعلى يا وانت معلم، على مش الهوا كده. على طول. انا جاي راجل رايق من كريتيف اندستري وبتاع، بيعمل براندنج وبيشتغل في انفايرمنت حلوه ومش عارف ايه. جيت بقى اللي هو اصحى البج ونعمل بج وينعل يا في ايه وسيرفر يا جماعه لا. يا جماعه لا، انا مش بس مضطر تهندل ومضطر تطلع برودكت حلو، ومضطر المنتاليتي بتاعتك توصلها للناس. خلي بالك المدير دايما هو اللي بيشيب الناس اللي تحتيه، الناس اللي معاه، بلاش الناس اللي تحتيه دي عشان مش حلو. بيشيب الناس اللي معاه، بيغير فيهم او بيأثروا عليه ويبوظوا له الدنيا لو هو ما عندوش كاركتر معين يفرضه. فاهم قصدي؟ حتى لو انت مش شخص تكنيكال، بس شخصيتك المعنويه يعني او الكاركتر بتاعك ملوش علاقه بالحاجات التكنيكال. انت تقدر تفرض شخصيتك والمنتاليتي بتاعتك على الشخص فيتغير يعني. فالدور ده مهم يعني. كمانجيريال ليفل الموضوع مختلف اساسا. الموضوع بيبقى محتاج شويه سكيلز كتير بقى. انا حاسس انك تعبان او زهقان. انت بتفتكر الام البيزنس دلوقتي يعني. الموضوع صعب. انا قاعد مستني ريليز يطلع. والله في شويه باجز وفي شويه حاجات ومش عارف ايه ويلا شغل الديباجنج مود لا اله الا الله. ماشي. اعيط منك. لا يعني ان شاء الله نهولد عند الحته دي باذن الله. لا بس يعني لا يعني الحمد لله والله الامور تمام، وربك بيوفق وفي الاخر اديك بتتعلم. طيب بص، انا هاخد منك زي كود صغيره كده بس عن لو انا النهارده جاي اقول لمروان انا عايز افتح اي فكره حتى مالهاش علاقه بالاندستري بتاعتك، ولكن مبنيه على سوفت وير مثلا او ديزاين او كده. فمروان هيشتغل لي كمنتور. ان دلوقتي هو كونسلتيشن بالنسبه لي، هيديني فريم بس يقول لي ايه الحته اللي فاديها عشان ما البسش مطبات. خليها مطبات. لو انت بتبدا حاجه ليها علاقه بالسوفت وير وانت مالكش في السوفت وير خالص، هات حد بيفهم في السوفت وير يبقى معاك كو فاوندر لو انت ما عندكش مشكله، او هاته يا سيدي يبقى كونسلتيشن موجود معاك along the way من البدايه للتاسيس وانت بتعمل انفراستراكشر يبقى موجود ويعرف مش عارف مين، وانت بتبني الكود وهتبنيه ازاي وعلى ايه واني لانجوج وهتعمل داشبورد بايه وهتعمل مش عارف مين بايه، يعني يبقى معاك في كل حاجه. انت تتعلم along the way، وفي نفس الوقت ما تبنيش حاجه غلط ترجع تهدها بعد كام شهر عشان خاطر اصل الديفلوبر كان مش عارف مين. ولو انت تقدر تافورد ماني والبروجكت بتاعك معتمد على السوفت وير، فانت هتحتاج بروجكت مانجر يتعامل مع الناس، وهتحتاج تيستر. بص المشكله ان السوفت وير يعني السوفت وير فاهم انت محتاج 50 حاجه يعني، فاهم كلهم بيشتغلوا مع بعض، بس اللي هو ايه البجات يا معلم انت مش هتعرف تجيبها. محتاج واحد تيستر يجيب الحاجات من فوق لتحتها ويمين وشمال وكل السيناريوز والهابي سيناريو والورست سيناريو ومش عارف ايه. ومحتاج حد بتاع ديف اوبس عشان يبني لك السيرفر بشكل كويس ويبقى سكيلبل. والفرونت اند هتعمل ايه، الفرونت اند هتعمله ايه، والباك اند هتشتغل بأني لانجوج وليه، ومين اللي بيتابع مع الناس دي، والديدلاين ايه، والاستيميتس ايه. يعني في تفاصيل كتير هتاخدها بالهارد واي، هتأثر عليك وقت وفلوس. الشورت واي اللي هيكلفك في الاول هو ان انت تجيب حد كونسلتيشن. هو في الظاهر هيكلفك بس هو مش هيكلفك، هو يوفر عليك غلطات كتير انت ممكن تقع فيها، هيوفر عليك فلوس كتير جدا 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 ان البرودكت يتبني صح وما تحتاجش تهده.
فلو انت كده انا هتبدا حاجه متفق سوفت معاك وير 100% يعني. هات مم. كو فاوندر ليه في التك، وحد يبقى عنده اكسبيرينس، ما يكونش حد برضه لسه بالحب علشان مم. هتقع في نفس الغلطه. هو لو لسه بالحب هتقع في نفس الغلطه. هات حد عنده اكسبيرينس كويسه و او هات حد كونسلتنت يتابع معاك من البدايه. بس لو ليك لو في السوفت وير ما تبداش يحبذ، يعني ما تبداش من وانت مش فاهم حاجه زي ما انا عملت. مم. انا بدات مش فاهم حاجه، مم. بس كان معايا حد اللي هو الفول آه. ستاك. فول ستاك ما مم. حسسنيش بحاجه، هو كان بيعمل كل حاجه، بس في الاخر كل اللي حلو. هو عمله ده اترمى لان كان كله غلط. فانا عملت ايه؟ آه. خسرت. تخيل لو ده ما مم. اترماش. انا عايزك تتخيل ان ده ما اترماش. انا مم. كنت طلعت الريليس دي من 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 7 شهور. متخيل الوقت قد ايه؟ مم. عشان سبع تبيلد بقى شهور حاجه من الاول بتد... تاني. 7 شهور بتدفع مرتبات مم. مثلا. ليه؟ مم. علشان انت ما اتبنيتش صح من الاول، فكل اللي يجي يشتغل عليه ما يعرفش يشتغل وراه، مش عارف يدور اصلا فين في الكود، يقعد يسكرول مش فاهم، مفيش دوكيومنتيشن، فانت بتقعد تدور في كومه قش، فمش نافعه. فلا، ده احنا مم. هنشتغل من البدايه. لا، ده احنا هنشتغل من البدايه. لا، هو السعودي كان عاملها كاستم. طب مش عاملها ستاندرد ليه؟ يعني ليه مم. بتكتب كود كاستم يا معلم؟ ما انت ممكن تعملها ستاندرد. ليه بتشتغل بده لما انت ممكن تشتغل بده؟ مم. ما ده اللي فيه لايبريز والناس عارفاه والناس حافظاه وليه كوميونتي سبورت وبتاع. فانت ليه بتعمل حاجه من الصفر؟ فده خسرك وقت. يبان انه ما خسركش، بس لا، خسرك وقت طبعا. 7 شهور بتدفع مرتبات ده كتير علشان طبعا. تغير كل اللي حصل ده. تخيل 7 شهور مم. دول واحسبهم فلوس و... لا، وتخيل واحسبهم انت جبت. اكسباند في البيزنس الناحيه التانيه، انت كمان شغال. بالظبط، يعني اللي انا عايز مم. احققه يعني كان ممكن يتحقق في اول السنه اللي السنه. انت فاتت. متخيل؟ مم. كاول السنه مم. على الاقل كان ممكن يتحقق في اول السنه لو البرودكت ده مبني صح. مم. ف... فلو انت عايز تبدا في، خلينا نقولها للكاميرا، لو انت عايز تبدا في مجال ان انت تعمل شركه ليها علاقه بالسوفت وير او بالديجيتال برودكتس، لو انت مالكش في السوفت وير خالص، فانت محتاج تجيب كو فاوندر معاك يكون سبيشاليزد في التك، او تجيب حد كونسلتنت يتابع معاك البرودكت وهو بيتبني من البدايه. شكرا. بس فدي غلطه، يعني لو انا رجعت لورا اعمل كده الصراحه. بيجي لك اتفضل اسئله من ناس في الجرافيك. اسئله من ناس من ناحيه في ايه؟ الجرافيك اي اسئله في حد بيبدا يكلمك دلوقتي از ارت دايركتور، يعني تكنيكالي في الديزاين، ككونسلتيشن، كمنتورنج، يبدا ازاي بقى يروح فين والحاجات اللي بتحصل دي، ولا انت دخلت في البيزنس وخلاص؟ بص، هو انا مؤخرا بقى في ناس كتير من الجنريشن الجديد ما تعرفنيش، لان امم. انا بقيت رايح الناحيه التانية. امم. فاللي تعرفني هي ناس قديمه شويه او ناس اللي هي اصغر مني ب5 6 سنين برضه ستيل عارفيني. بس احنا بقينا في وقت في حد ممكن اصغر مني ب10 سنين مثلا شغال معاه، شغال في شركه، شغال ديزاين، اه. فهو ما يعرفنيش اصلا، او ما يعرفش امم. الجنريشن بتاعنا، او ما يعرفنيش انا بالذات مثلا عشان انا ما بقيتش انزل ديزاين او مش بشتغل ديزاين كتير. فبقى بيعرف الناس اللي في سني بس، اللي شغالين في شركات او الديزاينرز او بس اللي امم. بيجي يكلمني وبيبقى حد عارفني، حد شاف الشغل في حته، حد عندي على الفيسبوك بتاع كده يعني. بس الكلام ده بيحصل كل فين وفين. امم. طب لو جه حد كلمك النهارده بشكل عملي، قال لك انا مشتت في المجال. السؤال ده جالي امبارح على فكره، مش بقول لك يعني فرضيه يعني. انا مشتت في المجال وكنت عايز ادخل في اليو اكس، وبعدين اتعلمت شويه سوشيال ميديا ما عجبنيش، وبعدين زهقت في اليو اكس فرحت اتعلمت كوبي رايتنج. السؤال ده جالي بالحرف كده امبارح. فلو انت جالك السؤال ده وحد حب انك ترد عليه، بعيدا عن البيزنس انك بيزنس اونر بقى. حد عنده حد صغير يعني، صح؟ هو لسه بيبدا يعني. حد لسه بيبدأ ده، بص يا باشا، كنت لسه بتكلم في الموضوع ده امبارح مع حد. امم. انت لسه بتبدأ، هتقعد لك 2 3 بتكسبلور امم. لحد ما تلاقي نفسك في حاجة وتدوس فيها. فما امم. تحسش ان انت مشتت وانت اوريدي لسه بادئ. ما انت لازم تبقى مشتت، مش عارف تتعلم ايه. المجالات بقت كتير قوي يعني، انت مش عارف تتعلم كوبي رايتنج ولا يو اكس ولا يو اي ولا 3 دي ولا ديزاين، ولا مش عارف تتعلم ايه. بس انت محتاج تكسبلور، يبقى عندك فضول لحد ما تحط ايدك على حاجه تقول انا لاقي نفسي هنا، انا حاسس ان انا تمام، ان انا مبسوط، انا حاسس ان الحاجه دي هقدر اكمل فيها.
ووقت ما بتقرر بتخش بقى في الحته دي وتبدا تتعلم فيها اكتر وتسال الناس وتتفرج على توتوريالز وبتاع وهكذا. بس في البدايه انا عمرك ما تقدر تقول لحد في البدايه اشتغل في كذا. هتقولها له من منطق ماتيرياليستيك او منطق فلوس او منطق ان دي شغلانتك. بس افرض وكل هو الحاجات دي ما تنفعش اساسا. افرض هو شخص مثلا انت بتقول له اشتغل كوبي رايتنج وهو شخص مثلا رسام فشيخ او عنده بيعرف يطلع افكاره في حاجات فيجوال، فانت تبقى ظلمته. وهيجي بعدين على فكره هو هيكتشف بعدين. فانت من تسيبه من دلوقتي يقعد اول سنتين ثلاثه يجرب يعني انت اكيد عملت كده وانت لسه بتبدا برضه، اللي هو دخلت في ال 3 دي ودخلت في المانيبيوليشن ودخلت في الالستريشنز وحاولت تتعلم مش عارف ايه وايه لحد ما بتلاقي نفسك في حاجه فخلاص بتقرر تكمل فيها. فدي حاجه حلوه ان انت تبص في الحاجات التانية وتتعلمها، فتقول لا انا هوايه مش جايه على دي، انا مش حاسس ان انا مش عارف، وتشوف هنا وتشوف هنا وتشوف هنا لحد ما تستقر على حاجه وتبدا تدوس. فاي حد مشتت وهو لسه بادئ في اول سنه سنتين ده عادي، ده طبيعي جدا ان انت تبقى مشتت لان انت عايز تجرب كذا حاجه، ولازم يبقى عندك الفضول ده في البدايه. لان لما تكبر مش هتبقى عندك فضول التعلم ده ولا عندك الانرجي اللي انت تتعلم. فانت محتاج تفرق وانت لسه بتبدا لحد ما تحط ايدك على الحاجه اللي انت حاببها وحابب تكمل فيها ومن ساعتها هتكمل فيها، لان احنا المجالات بتاعتنا بتاخد وقت. يعني بتاخد وقت. يعني انا عارف بضحك قوي على الناس اللي يقول لك انت ممكن تشتغل فريلانسر في البيت ويجي لك في الشهر مش اقل من $1000. ايوه، الشغلانه تجيب لي $1000 من غير اكسبيرينس؟ هتشتغل ديلر بقى اونلاين او حاجه. يعني بص يعني مفيش حاجه ما علينا ان الحته دي فيها كلام كبير اساسا ممكن يتقال. ولو خدت جنبها كمان موضوع الناس اللي بتبقى سينيور بعد سنه من دخول المجال دي، يعني الموضوع بيبقى فيه لا كفايه انا عايز اسالك عن السؤال ده والله بس لا والله بس مش راضي. ربنا معاهم. انت سينيور بقالك سنه، ربنا معاك. ربنا يكرمك. يلا ماشي. انت ار دايركتور وانت ماشي تمام والله العظيم ان شاء الله ربنا يرزقك يعني. وايه انا بقيت بسمع مسميات مش عارف فول ستاك ديزاينر وباك اند. بص انا سمعت انا بص انا سمعت قبل كده. هقول لك حاجه. انا سمعت قبل كده تايتل كان حد بيكلمني عايز مني شغل، الكلام ده من زمان قوي. ففي الايميل كاتب ايه؟ كرييتيف ثينكر. شخص يعني مفكر ذكي. يا جماعه ما فيش حاجه اسمها كده يا معلم. الو، ما فيش حاجه اسمها كده. مفيش حاجه اسمها انا كرييتيف ديزاينر. مين اللي اداك التايتل ان انت كرييتيف؟ يا معلم ما تقولش كده يا معلم. ايه اللي كرييتيف ديزاينر؟ كرييتيف هيومن بينج. ليه؟ ده مش تايتل، دي ممكن تحطها في الابستراكت بتاعك مثلا. ده مش تايتل. ده مش تايتل. ده حد يقول لك الراجل ده كرييتيف. حلوه ان هي تتقال لك، بس تخيل انا شخص مبدع، انا ديزاينر مبدع يعني. مروان انا هاخد الصوره سكرين شوت من الحته دي وهنزلها الحلقه. انا شخص مبدع. يعني مش ألذ حاجه يعني. بس التايتلز دي فعلا دي قصه ثانيه. موضوع التايتلز دي كارثه والله العظيم. اقفل الكاميرا مع البيوت. بس خلاص تمام. خلصنا كده. قفلت الريكورد؟ لا لسه ما قفلناش. انت عايز تقفل في وش الناس؟ اقفل الريكورد وخلينا مع لا تمام. هتقفل الحلقه وكده ماشي. يلا نقفل الحلقه. احنا كنا محتاجين نسجلها لايف والله بجد، لايف على ارض الواقع. يا نهار اسود. بص يا مروان، يعني انا بصراحه انا ما سالتكش غير سؤالين 2 من الاسئله اللي عندي، تمام؟ واحنا دلوقتي بقى لنا ساعه وثلث. ده حلو قوي كده. انا فجبرت بدري. لا عشان بس الحلقه ما تبقاش طويله قوي يعني. انت لسه هتمنتجها؟ لسه هنظبط بقى يعني. بس خليني اقول لك كده في الاخر، بما انا سجلت معاك مرتين فالحمد لله احنا في المرتين تقريبا سجلنا محتوى اكتر من 50% مختلف عن المره الاولى اللي اتضربت. فدي حاجه كويسه كانت بالنسبه لي بصراحه. تريكات كده ما رضيتش اقولها لك، اللي هو ان شاء الله ما نسجلش حاجه مكرره عشان ما احسش ان انا قاعد بسمع نفسي تاني.
ف... فالموضوع ظبط الحمد لله. الحمد لله. انا بشكرك بجد، ومش بقول لك كلام حبيبي كليشيه والله. خالص، يعني انا بحب اتكلم معاك حقيقي. حبيبي وانا كمان والله يا عم. فشكرا ليك على وقتك، وان احنا بنحاول نسجل بقالنا 4 شهور تقريبا. ف اطول حلقه بودكاست دي تقريبا خدت وقت. في الدنيا اكتر حلقه في الدنيا، ده الناس هتحدفك بالظبط. بالطماطم جوه الحلقه. انا كاتب اسمك في شيت الاكسل بتاع الحلقات، ونزلت تحت وعديتك بكتير وانت لسه موجود معايا. طب مروان طب الدنيا صعبه، الدنيا صعبه اه. فشكرا ليك ووقتك والله، وانا مبسوط بالتجربه. يعني انا مبسوط ان انا عرفت شغلك والشركه بتاعتك قبل ما اعرفك شخصيا. وزي ما قلت لك لما حصلت المشكله على الجروب ده، انا كنت انا دفعت عن السيرفيس من غير ما اعرفك والله، ما كنتش اعرفك حتى وقتها خالص. دفعت من كلام الناس برضو، ما انا ما كنتش جربت. اللي هو لا، انا بشوف الناس بتقول على الكلام ده. واحد كان بيتكلم في الكاستمر انت سيرفيس لقيتهم بيضربوا رحت ضارب معاهم، فاهم؟ فخناقه يلا بينا. اللي هو يلا بينا. فبعدها عرفت بقى ان البراند بتاعك انت، وعرفت من كذا حد يعني في برضه شغالين براندنج وكده. بس ومن اول السنه والله تقريبا بقالنا يعني سنه دي دلوقتي حاجه اعرفك يعني. تبسطني والله العظيم يا ايمن، ويعني على راسي والله. ربنا يخليك يا مروان، وان شاء الله الايفنت الجاي يكسر الدنيا يا رب يا مسهل يا رب. الحال. يا رب باذن الله. حبيبي خلينا ايمن، كده اتبسطت ان انا كنت معاك والله، وان شاء الله تبقى حلقه لذيذه باذن الله. باذن الله باذن الله.